تطبيقات انت محتاجها 100% بشهر رمضان. عارف انت في رمضان قبل الفطار ده بيكون احسن وقت عشان تدعي ربنا فيه بكل الحاجات اللي انت محتاجها، ولكن دايما الجوع كافر وبينسيك كل الحاجات اللي انت كنت مرتبها عشان تدعي بيها. جايبالك حل للمشكله دي. لو عندك نوتة على الموبايل استخدمها واكتب فيها كل الادعيه والحاجات اللي انت عاوزها، وقسم الدعوات للدنيا وللاخره، وكمان دعوات استفتاح قبل الدعاء وكل الكلام الجميل ده، بحيث كل اللي عليك قبل الفطار تطلع موبايلك تحطه قدامك وتبدا تدعي ربنا بكل الحاجات اللي انت كتبتها كل يوم في رمضان. ومن عندنا جايبالك احسن تطبيق تكتب فيه ملاحظاتك بشكل يومي، والاجمل من ده كله ان هو بيجي كده على شكل شات او محادثه بتعملها مع نفسك. كل اللي عليك تبعت لنفسك الرسائل والحاجات اللي انت عاوز تفتكرها، سواء بشكل كتابه او صوت او صوره او فيديو او زي ما انت عاوز. وفي كمان تطبيق تاني مفيد جدا ليك في رمضان، وهو تطبيق آية، وده واحد من احسن تطبيقات القرآن الكريم اللي ممكن تجربها في حياتك. ده لاكتر من سبب. اولا لانه بيدعم قراءة الوضع النهاري او الوضع الليلي عشان راحة عينيك. السبب التاني انك ممكن تحدد اي آية وتدور على التفسير بتاعها بمنتهى السهولة. السبب الثالث انك ممكن تسمع التلاوة بقراءة اكتر من شيخ واكتر من طريقة، وكل ده برضو بمنتهى السهولة، بالاضافة لمميزات تانية كتير موجودة جوه التطبيق. التطبيق الثالث هو تطبيق المسلم، واللي انت بتحتاجه عشان تحافظ على ميعاد الصلوات بتاعتك، وكمان موجود فيه كمية اذكار ممتازة جدا بتحتاجها في الشهر الكريم. ما تنساش تدعي لي دعوة حلوة وتعمل لايك للفيديو، وكمان تحفظه عندك عشان هتحتاجه.